السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزة أتكلم معاكم في موضوع يعني ممكن يكون تايه عن بال ناس كتير أو مش واخدين بالهم منه. موضوع المشاعر بيني وبين أولادي، يعني إن أنا أقول لابني بحبك، أو إن هو يقول لي بحبك، أو إن أنا أقول لبنتي بحبك، أو هي تقول لي بحبك، أو أحضنهم وهم يحضنوني. دي حاجة كبيرة قوي وبتطمن ولادنا. مش لازم نبخل عليهم بيها. مش معنى ان ابني كبر او بنتي كبرت ان يبقى في بيني جفاء وبيني وبينهم جفاء وفراغ عاطفي. يعني العاطفة دي مش بس بين راجل وست او كده، العاطفة دي بيننا وبين ولادنا، بيننا وبين اخواتنا، بيننا وبين اهلنا. مش لازم يبقى انا بحبهم بس من غير ما اقول. لا، لازم تظهر الحب ده، حتى لو باين حبك في تصرفاتك، بس لازم تتكلم، لازم تتكلم وتقول. لازم تقول لبنتك وحشتيني لو انت بقالك مثلا طول اليوم ما بتشوفهاش. لازم تقولي لاختك وحشتيني لو بقالك يومين ما شفتهاش، او انت كنت في مكان وهي في مكان. لازم تحضني بنتك لو هي راجعة من الدرس او راجعة من المدرسة، وتحضنيها وتقولي لها وحشتيني، عملتي ايه النهاردة. كل ده هيفرق في نفسيتهم، وهيعوضهم عن اي حاجة ممكن يتعرضوا ليها برا البيت. صدقوني دي حماية ليهم وحماية ليكم انتوا كمان. دي بتعمل ترابط بينكم وبين ولادكم، وبتساعدهم ان هم يتحملوا صعوبات الحياة اللي احنا بقينا فيها. قد ايه هي بقت قاسية على الأطفال كمان. ابنك مش عشان كبر بقى حتى في ثانوية عامة ولا كبير في جامعة، أو بنتك، ان انتي لازم تتكلمي معاها وتقربي منها في كل تفاصيل حياتها. لازم تقولي لها وحشتيني وتحضنيها وتطبطبي عليها. الكلام ده بقوله ليكوا وبقوله لنفسي، لان خدت بالي منه وبقيت اعمله الحمد لله، وربنا يعيني واكمل. انتم كمان لازم تعملوا كده، هيفرق معاكوا كتير. مش بس لازم نحضن ولادنا ونبوسهم وندلعهم وهم صغيرين ولما يكبروا نبعد عنهم، لا، لازم ندلعهم لغاية طول ما هم معانا، وربنا يخليهم لينا ويحافظ عليهم ويخلينا ليهم. وطبعا كده احنا بنمرن ولادنا ان هم يعبروا عن مشاعرهم ويطلعوا اي انفعالات جواهم تجاه غيرهم، سواء بالحب او بالزعل. بالزعل يتكلموا ويحكوا ويقولوا ايه اللي مضايقهم، ما يكتموش الزعل، لان اللي بيكتم الزعل ده او ما بيعبرش عنه بيتحول بعد كده لضغوط نفسية بتأثر عليه. بلاحظ كتير ناس بيعبروا عن مشاعرهم لناس بعيدة عنهم أكتر من إن هما بيعبروا عن مشاعرهم للناس اللي حواليهم، أو أهلهم أو ولادهم، أو حتى لو زوجتك أنت بتحبها أو زوجك بتحبيه جدا، بس مش بتتكلمي أو بتقولي له وحشتني أو حمد لله على السلامة أو عملت إيه في يومك، أو الحاجات دي كلها بتأثر. يعني لازم تتكلموا. أمال ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ليه لسان؟ عشان نتكلم بيه ونعبر بيه عن كل حاجة. في النهاية بشكركم، وأنا دايما بحب أطلع وأتكلم معاكم، بس اعذروني طبعا يوم رمضان قصير جدا، بقالي يومين ما طلعتش وما شفتكوش، سامحوني. ويا رب دايما كلكم تبقوا بخير، ونتقابل دايما على حب وسعادة، وأشوفكم بإذن الله في حلقة جاية. مع السلامة.